عندي خبر غريب شويه وجديد والواحد مبسوط بيه بصراحه، ان حاجه مهمه جدا وحاجه محترمه ان يكون في مصر شركه مصريه توقع عقدا حصريا مع برشلونه للانتاج تطبيقات الهواتف على مستوى العالم. طبعا شايفين الصوره قدامنا اهو. اللي على اليمين ده طبعا هو رئيس مجلس اداره الشركه المصريه، انا مش هقدر اقول اسمها، دكتور اسامه مصطفى هو اللي على اليمين، واحد المسؤولين طبعا في برشلونه الاسباني هو اللي على اليسار، ودي حاجه بجد نفتخر بيها. بس عايزين نعرف بالظبط ونفهم هيعمل ايه لبرشلونه يعني هذا الصرح الكبير اعلاميا وتسويقيا من حاليا في الفتره الاخيره من اقوى انديه العالم. نعرف الاستاذ اسامه هيعمل معاهم ايه. مساء الخير يا استاذ اسامه. اهلا كابتن سنور، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام ما والله اعرفش الحمد سمعت لله. الخبر اللي انا قلته، شركه مصريه توقع عقدا حصريا مع برشلونه انتاج التطبيقات تطبيقات الهواتف. هل هذا الخبر صحيح 100%؟ اه صحيح 100%، وقعنا اول امبارح الحمد لله. شركه مصريه 100%. اه بالظبط، احنا من اوائل الشركات اصلا اللي اشتغلت في موضوع الموبايل ابلكيشن ده. امم فقابلنا ان اتصلوا بينا الناس وعملنا معاهم اجتماع. هم اللي اتصلوا بيك حضرتك عارف، لبرشلونه؟ لانه احنا كنا في معرض في برشلونة خاص بالموبايل. امم فانت عارف حضرتك النادي هم عندهم 100 مليون مشجع على مستوى العالم. ما شاء الله. والحاجة اللطيفة جدا انه القاهرة اكبر مدينة في العالم بعد برشلونة فيها عدد مشجعين ليهم. لا والله. فيها 4.5 مليون مشجع اكتف على السوشيال ميديا يعني. 4.5 مليون مشجع برشلوني من مصر هنا، مصريين واكتف. مشجعين نشطاء يعني، مش مشجعين اه بس يعني. اكتف يعني بيخش يعمل كومنتس دايما على تويتر وفيسبوك، ولا بيبقى اكتف عنده شكل تاني؟ بالظبط. اه بالظبط كده بالظبط. 4.5 مليون. فدي اكبر مدينة في العالم بعد برشلونة. ما شاء الله، شغالين جامد انا جدا. اتفاجئت بالخبر ده من عندهم، طب وراني طبعا التقارير، فكانت حاجه مم. مفاجاه بالنسبه لي يعني. ومفاجأة بالنسبة لنا ومفاجأة. طب يعني دي حاجة يعني فخر لينا أكيد إن حضرتك أو الشركة بتاعت حضرتك تعمل أنت تطبيقات لبرشلونة. هل هم محتاجين شركة مصرية؟ يعني برشلونة بعظمته بقيمته بتسويقه زي ما حضرتك عارف، قول لي يعني قول لنا إيه السر في نختار الشركة المصرية شركة حضرتك؟ هم حضرتك قرروا يعملوا يتواصلوا مع عدد الكبير ده من المشجعين عن طريق الموبايل من كام شهر. فاستنوا المعرض اللي حصل ده، كان اكبر معرض يحصل في السنه يعني في العالم. ولفوا على كل الشركات. فاحنا كنا الحمد لله الشركه العربيه المصريه الوحيده اللي في المعرض. تمام. فهم تلاقى حاجتين عندهم، اول حاجه الخبره، لان احنا بدانا مع يعني اكبر الشركات بره من 7 سنين تقريبا بدانا في المجال. وكمان احنا عندنا الجزء العربي. فقعدنا في مفاوضات تقريبا الشهر ده كله، وعملوا طبعا شافوا اللي احنا الحاجات اللي انتجناها قبل كده، وكنا احنا عاملين شغل قبل كده في كذا بلد اجنبي يعني. يعني عملتوا إيه مثلا؟ زي إيه كده يا أستاذ أسامة؟ يعني قول لنا حاجة عملتها قبل كده يعني نشوف. مثلا احنا عاملين المشروع الرئيسي بتاع في منظمة عالمية بتقيم شركات الموبايل في العالم. اسمها WSA. فاحنا اللي عاملين الابلكيشن الرسمي بتاعهم. الابلكيشن دي اللي هي يعني في الايفون صح؟ اللي هي بدوس على الايكون يطلع بالزبط. لي جوه بقى الاخبار والصور والحاجات دي صح؟ او في الاندرويد يعني لو سامسونج او نوكيا والحاجات دي. بالظبط. كل التليفونات الذكيه حضرتك دلوقتي في مليار مستخدم للتليفونات الذكيه في العالم يعني. فده اكبر سوق يعني. اخر دراسه عملوها انه 60% من الناس بيدخلوا على الانترنت من الموبايل دلوقتي مش من الكمبيوتر. صح اسرع يعني. طيب اسرع وفي ايد الناس يعني. حضرتك ما عشان كده اسرع في اي وقت بتخش على طول. عاوز تعرف بالظبط. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ طب ليه ما اشتغلتوش مع الانديه المصريه مثلا او مع حاجه مصريه؟ اشمعنى يعني رحتوا طبعا دي احسن حاجه ان انت رحت التوب يعني، بس هل هتعملوا كده في مصر برضه، ولا انتوا ما تبصوش للسوق المحليه تبصوا دايما للعالميه؟ والله حضرتك احنا بقالنا 3 سنين بنتواصل مع كل الانديه في مصر. الاول طبعا اولى علشان نعمل نفس المشروع يعني، بس للاسف يعني بتمر بمراحل طويله جدا في اتخاذ القرار. يعني احنا عندنا عروض يعني بقالها 3 سنين مفتوحه مع الانديه يعني. مع انديه كتير في مصر هنا؟ طبعا. انديه ايه يا فندم؟ يعني رحتوا لانديه ايه مثلا؟ تقريبا كل الانديه طبعا، الاهلي والزمالك لا والله. وكل الانديه والله. ومحدش رد عليكم خالص؟
لا يعني في اجراءات طويله شويه في اتخاذ القرار، ويمكن ما كانش في احساس يعني ساعتها في احساس باهميه موضوع الموبايل، مع انه طبعا في مصر احنا من طب اكبر هو الاسواق في هو يا العالم فندم، بتعمل معلش برضه خليني افهم منك حاجه للناس، للمشاهد. الابلكيشن ده لما انا بخش عليه، هو بيعمل عنده ان في حد دخل اكيد طبعا، او عندكم في الشركه ده بيدخل اعلانات كتيره، فبيبان ان انتوا مثلا في دخل 100 هيتس، 100,000 هيتس، مليون، يعني بيبان، ده بيبقى اعلانات، فبيدخلك انت فلوس ويدخله هو فلوس. الانديه قصد حضرتك؟ اللي هو بيعملها عشان هو هيكسب ايه من الموضوع ده، ولا هو بيبقى بس مجرد تصوير؟ بالظبط بالظبط. بص حضرتك، هو دلوقتي اللي حاصل زي برنامج حضرتك في التلفزيون. اللي بيحصل عدد مشاهدين كبير، فعدد مشاهدين كبير ده بيبصوا له دايما السبونسرز بتاع البرنامج. الموبايل عدد مستخدمينه اكبر، عدد اللي بيستعملوا الموبايل اكتر بيشوفوا بكتير. الخبر فيه اكتر من اللي بيشوفوا التلفزيون دلوقتي. صح. فده المصدر الثاني مثلا مع بتوع برشلونة، هم عندهم محتوى كبير جدا من الصور والفيديو والاهداف والحاجات ديت. فالحاجات ديت علشان حد يشوفها بيشوف جزء ببلاش، والجزء الثاني لازم يدفع اشتراك شهري. اشتراك شهري ده مبلغ بسيط، يعني مثلا 5 جنيه في الشهر. ويشوف بقى الاجوان، ويشوف الانترفيوز، ويشوف مثلا حاجات جوه يعني جوه زي قناه برشلونه لوحدها وكده. تمام. بيشوفوا بالظبط. بالظبط كده. انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وتحياتنا لحضرتك وللشركه المصريه. حاجه مشرفه وحاجه محترمه جدا جدا جدا. واحنا دايما طبعا نستنى بره يعملوها وبعدين نعملها احنا. يمكن اتعملت في مصر، موجوده، بس بتبقى موجوده على واحد بيحب النادي. يعني انا في حاجات عندي على اندرويد موجوده زمالك وموجود اهلي، بس دي حاجات محبين، هم بيحطوا اخبار ويعملوا في ابلكيشن. لكن دي حاجه بروفيشنال محتاجه عدد كبير جدا من المساحه، انها تاخد بقى صور فيديوز، وتاخد زي ما قال كده وتدفع فلوس وتكسب. مش شغلانه كبيره جدا، ولكن بنحيي الشركه المصريه اللي تواصلت معاهم وماسكه برشلونه حاليا، واكتر بلد في العالم فيها مشجعين من برشلونه اكتف مع برشلونه هم الشعب المصري. 4.5 مليون بني ادم بيحبوا برشلونه. نطلع لفاصل ونرجع.